فجاي اكلمكم النهارده عن احمد رمضان بيكهام. هنروح في رحله سريعه مع بعض كده جوه دماغ احمد رمضان بيكهام ونشوف الراجل ده قدم ايه للاهلي في ماتش انبي المتواضع امبارح. يلا بينا يلا بينا. الراجل ده طبعا كلنا عارفين ان كل الفضائيات والمحللين الكوره وبتوع على راي اسلام مهدي البيست اب والفيلد اب والبيلد ابين والحاجات دي كلها قعدوا يقولوا اصل ده احسن مدافع بيطلع بالكوره ولازم هو اللي يجي الاهلي، والاهلي فعلا جابه على حساب عمرو الجزار. الراجل امبارح ما بيطلعش بالكوره صح خالص غير الكوره اللي هو بيديها للعش اللي جنبه، انما اي كوره لقدام بتطلع غلط. زي دي مثلا، يعني الراجل واقف براحته خالص اهو في نص ملعب الاهلي بيلعب براحته، مفيش اي ضغط عليه وبيحضر وبيسند الكوره وهوب العب لرفيق كابو انفراد حرفيا، بيودي رفيق كابو انفراد حرفيا. هل هي دي بس الكوره؟ لا والله العظيم، اي كوره اتلعبت من ورا تقريبا ما عدا كوره شريف بس اللي هو راح لعبها لتريزيجيه وتريزيجيه ضيعها، اتلعبت بالمنظر ده للعيبه انبي. تعالى معايا لو مش مصدق اوريك كوره تانية وكوره تانية ونفس اللعبه ونفس القصه وبرده لمهاجم انبي، ويلا روح يا عم انفراد. واحده تاني بس المره دي على الارض بقى، يعني هو عايز يلعب سلوك طويل على الارض فطلعت منه بنفس المنظر ونفس الشكل للعيبه انبي. يلا بينا اهو، برده الراجل بيحضر بيكمل، كان عايز يلعب للي جنبه ما عرفش فاضطر ان هو اسفا يلعب الكره لقدام، فراح مكمل ولعبها لقدام زي ما انت شايف كده لعيبه انبي. هل كده خلاص خلصنا مع احمد رمضان بيكهام؟ لا 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 لا, لا. احمد رمضان بيكهام ما بينتهيش زي مستر اكس بالظبط. الراجل دوت ما بيلعبش ولا كره بدماغه اصلا. اي عرضيه خطيره عليك، اي عرضيه حتى لو المهاجم اللي بيلعب ضدك قد كده، فاي عرضيه عليك هتشكل خطوره، واي عرضيه عليك ممكن تروح جون. تعالى معايا اتفرج في الكروكنيه دي اللي الشناوي انقذها، هدف مؤكد. مين بقى المان بتاع مهاجم انبي؟ احمد رمضان بيكهام. واحده تاني، تعالى واحده تاني، نفس القصه ونفس اللعبه ونفس الحكايه ونفس الروايه. ومين المان بتاع الراجل؟ غير كلام، احمد رمضان بيكهام. كرة الاول الطويل اللي اتلعب وجه منه ببلن، مين برضو اللي كان مغطي؟ احمد رمضان بيكهام. هل مشكلته كده انتهت خلاص عند خروج بالكوره زي ما هم كانوا بيقولوا ان دي ميزته وتطليع الكوره بالدماغ ان هو ما بيعرفش يلعب رأسيات؟ لا ابدا. سرعه في ذمه الله من احمد رمضان بيكهام. تعالى شوف معايا، انا مش هتكلم كتير، تعالى شوف معايا الكورتين دول. الراجل اي حد اصلا بيخش عليه عدي يا باشا يلا روح، هو ما بيضغطش على حد، اللي عايز يعدي يروح، يلا الجون مفتوح زي ما انت شايف كده. والراجل واخده بسرعته بحاله بماله بكل حاجه. رفيق كابو امبارح الكره الجون الثاني اللي جه واتحسب اوفسايد دوت بيرفع ايده، هو بصراحه بيرفع ايده كويس. غير كده احمد رمضان بيكهام ما بيعرفش يعمل حاجه، لا سرعه لا ضربات رأسيه لا تمركز لا خروج بالكوره ولا حول ولا قوه الا بالله. وده اللي اتكلمنا عليه من قبل ما احمد رمضان بيكهام يجي، وقلنا الراجل ده لا يصلح للنادي الاهلي، وجبناه مره واثنين وثلاثه وما ينفعش، فنرجع نجيبه تاني عشان يثبت لنا اكتر واكتر واكتر انه ما ينفعش. ولكن للاسف احنا رحنا سمعنا تقريبا كلام البيلد ابين ورضا عبد العال، ودي كانت النتيجه. ومش عارف هنكمل في النتيجه دي لحد امتى، واحمد رمضان بيكهام هيكمل ان هو يلعب اساسي في النادي الاهلي لحد امتى. وباي من غير سلام.